السلام عليكم ورحمة الله، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم واحد دار مستقلة، المساحة ديالها 82 متر. فيها 3 ديال البيوت الفوق، والتحت فيها الصالون سيجور والكوزينة. آآ الثمن ديالها قالت لي 40 يخليوها ب38. المهم جات في مدينة خريز ديال فرونتيرا، والثمن ديما راه كيبقى الواحد كيتناقش. كنت باغا نشد لكم على الدخلة ديالو، ولكن ما بانتش ليا من هنا. المهم راني مصورة كلشي في آخر الفيديو. آآ الدار واخا خاصها شوية الصليح، ولكن البلاصة ديالها زوينة، ماشي شي بلاصة خايبة. المهم هذا هو البيت الأول كما كتشوفوا، الزليج ديال الفوق بحال هكا كامل. كنشد لكم على كلشي، على الحيط، على السقف. قالت لك غيخليو هاد لايري. ايوا المهم الضو ما فيهاش مقطوع. الا كان الضو مقطوع ديما الواحد يسول واش عليه شي كريدي، لان كاين شي واحد اللي كيخلي 400 500 الف الاورو ديال الضو. ملي كتبغي تمشي ترجع المكانه كيقولوا لك خاصك تخلص هذاك الضو اللي كان. من الاحسن دير مكانه اخرى، ما غطلعش لك بداك الثمن. الا كانت فايته في المثل المكانه فايته 1000، دير واحدة أخرى ما كتطلعش غالية. هذا السرجم التاني ديال البيت التاني اللي تيشوف هو الواجهة الأخرى، ما عندها جوج واجهات هاد الدار. هنايا هادي قالت لي اللي مولات المكتب، قالت لي هنا راه تقدري تفتحي باب وديري حمام، لأن هاديك الضالة ديال الكوزينة ما مبنياش، ما فوقهاش البني، وهي ديال الكوزينة لتحت خاوية. قلت ليها أنايا ندير فيها حمام بلدي فوق الكوزينة. أيوا المهم الله يصاوب. آآ الزليج قلت لكم راه كلشي الفوق بحال بحال، والتحت حتى هو يمكن بحال هكايا. المهم البيبان حتى هما ما بيهمش، الواحد اللي بغى يعدي راه يعدي بيهم. هذا البيت التالت، البيت التالت الصباغة ها نتوما ما بيهاش. أنا كنحاول نشد على كلشي. واخا تيقولوا لي كاين اللي كيقول لي ما كتعرفيش تصوري، ولكن مقبولة منكم، حقاش ما كتشوفوش المجهود اللي كندير. المجهود ديال التصوير والمجهود ديال المونتاج والمجهود ديال أنك فاش تبغي تركبي الصوت. شحال من مرة كتغلطي وتمسحي، خاصني نحط لكم داك الشي في الكواليس باش شي مرات أنا كنبقى نضحك وشي مرة كنقول أوف بزاف. ولكن الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. المهم فيها 3 ديال البيوت الفوق ها نتوما هذا. ودابا غنهبطوا مع الدروج اللي فيهم حتى هما واحد السرجم هنايا. الدروج راه مبدلين ليهم هذاك الزليج ديالهم، ها نتوما تتشوفوا. باش غنهبطوا مباشرة للصالون، مع الدروج كتهبطي للصالون. الصالون ها هو كيبدا من هنا، ها نتوما كتشوفوا راه كبير. المهم هادشي اللي فيها كلشي غيبقى فيها، ولكن راه ما كبير عاد ديال شي تفريشة ديال هذا مغربية. المهم كاين فيه واحد السرجم حتى هو كبير، ها نتوما كتشوفوه زوين. راه قلت لكم هاد الجهة خاوية، ولكن الجهة الأخرى راه فيها الجار. المهم ها نتوما كتشوفوا دايرين الحديد دايرين كلشي، واخا الدار راه خاصها شوية الإصلاحات. هنا تحت الدروج الواحد يقدر حتى هي يدير ليها واحد البيبان ولا شي حاجة ويستغلها. وهذا هو الباب ديال الصالون. دابا مشينا للكوزينة. الكوزينة ها نتوما تشوفوا كوزينة قديمة. هادي كانت بحال كنقولوا ليها حنايا ديك اللي كتدير الضو، كدير الضو وهما داروا ليها الضالة. فوق هاد الكوزينة فين قالت لي تقدري ديري دوش، لأن ما فوقها والو. كوزينة قديمة خاصها تبدل كاملة وخاصها الصلايح، قديمة بزاف. يعني الكوزينة خاصها كلها تعاود. أنا كنقول داك الشي صراحة، ماشي نقول لكم لا لا الكوزينة زوينة وهادي. ها هي باينة راها كتبان لكم قدامكم قديمة. هاد لاهوت هادي راه كانت سنين هادي. هي الكوزينة كبيرة ولكن خاصها تعاود كاملة. هانتوما كلها خاصها
تحيد هداك الشيء. بحال دابا اللي بغا يسكن ويعدي راه كيعدي، هي كتوريني كتقول لي كانت هنايا الماكينة الصابون وكانت هنا هادي ديال المواعين كتوريني. وهنايا كاين واحد السرجم، انا طليت عليه ولكن ما شديتش عليه. لا انا وريته ها هو سرجم. وهنا كاين واحد البلاكار حتى هو يا قديم، يعني الكوزينه كامله خاصها تعاود باش ترجع تبان تبان نقيه وجديده ولا موديرنا على مود. كنهضر بحال كنهضر مع شي حد حدايا. ايوا ها هو الزليج ديال الكوزينه حتى هو خاصو يتعاود. هذا هو الباب ديال الكوزينه. دابا كتخرجي من الكوزينه كتلقاي هاد الكليسه، هاد الكليسه يديروها كوميدور. واحد يخرج من الكوزينه يريح هنايا ياكل قديم الماكله هنا وسميتو. كليسه صغيره سيجور. وغنجيو نيشان الحمام اللي كاين هو في الدخله ديال الدار، حتى هو خاصو الاصلاحات. علاش قلت لكم راه خاصها الاصلاحات؟ لان فيها الدوش والحمام، هي اللي بغى يصلحها كامله من الاحسن، ولكن اللي هذا يقدر يعدي وصافي. الدوش انا قلت لها خاصو الاصلاح، قلت لها خاصو ضروري هذا الاصلاحات. وداك الشيء قديم. المهم الارض ديالها وهذا شتو كلشي بعينيكم. دابا غنخرج انا من الباب باش تشوفوا. ها الباب ديال هو هذا الباب ديال اللي كيدخلك للدار. هذا هو الباب الاول، البلاندي زوين. ها نتوما كتشوفوا هنا هذا الصالون. كتدخلي على الصالون وطلعي الفوق. وهنا كاين هذاك الكوزينه الهي والسيجور، وهنايا الحمام. صافي دابا غنخرجوا برا. ها الحمام شو عندهم هذا الباب اللي بحال هكايا. دابا ها هي داك اللي قلت لكم ديك الدخله ديال الدار هي هادي. تاني كاين باب اخر ديال الالومنيوم. هذا الباب كاين وكاين هذا. كاين هذا راه ماشي داك العود، داك البلاندي داك اللي بحال. المهم ما عرفتش انا السميه ديالو صحيح. وعاد كاين هذا الومنيوم كيديروا من ما سميتو. وهنايا هذا هو داك الدخله ديال الدار. من ديك الجهه راه كاين الجار ومن الجهه هكا ما كاينش. عاد كاين الباب ديال هاد الدخله اللي كتدخلي منه الاول كاع. ها هو راه السرجم اللي ديال البيت. وغنمشي نوريكم السراجم الاخرين، نوريكم من برا كيفاش داير. غنوريكم شويه الحومه. واخا هاد بزاف ديال الحوايج انا وقعوا لي في شي فيديوهات كنوري الحومه كيمشيو الناس كيبداو يتفاوضوا على الدار. هادو السراجم ديال البيوت الفوقانيين. وهذا ديال الصالون. المهم هنا راه ما كاينش حتى واحد ساكن حداك بعاد، والجهه الاخرى اللي فيها الناس. المهم حنا دابا ها الدار الثانيه الجاره وحنا غنمشيو. هنا غنوريكم شويه هنايا الحومه. هنايا كاين باركي ديال الطوموبيلات هو موجود كتشوفوا. كتخرجي مباشره من الدار كتخرجي للشارع. ها هو الشارع. هذا الشارع راه كيدي للسبيطار الكبير وكيدي المهم تيدي لوطوروت حتى هي كنتي غادي لسيفيا ولا. الدار راه بحال هادي ولكن ماشي هادي، راه في الجهه في الدخله. المهم ها هو الشارع. وهذاك اللي تنعت لكم هذاك سينترو دي سالود يعني السبيطار ديال الحومه. وكاينه المدرسه حتى هي غير ما شديتش عليها. المهم حتى تخرجي الشارع الكبير. ودابا ها نتوما نيشان كتخرجي من الدار من لهي كتخرجي الشارع. دابا غنهضر لكم على المكتب. بالنسبه للمكتب هنايا انا ما كنتش عارفه هذه القضيه. كياخذوا 7%.
ولكن ماشي من الثمن ديال الدار بشحال تحدات. بحال دابا واحد السيد راه هو متبعني غادي كان تفاهم معاهم على حساب واحد الدار وهادي، وملي رسلوا ليه الثمن ديالهم هما تصدم، حتى أنا تصدمت الصراحة. آآ الثمن ديال الدار تياخدوهم على البالور ديال الدار، كيفاش البالور؟ يعني القيمة ديال الدار، بحال الدار واخا غيحدوها في مثال في 24,000€، ما ياخدوش 7% في 24,000€، كياخدو في الثمن بحال دار الضريبة. الفالور هو القيمة ديال الدار، زعما القيمة دايرة 70,000,000 غياخدو هُما 7% في ديك ال70,000,000 مثلًا، حنا عطيتكم عا مثال، دايرة 40 غياخدو 7% في 40. أنا الصراحة تصدمت، كياخدو واحد الثمن اللي طالع بزاف. كاين إيموبيلياريات اللي كيتفاهموا كيحيدوا شي حاجة، وكاين اللي كيقول لك نقصوا حنا المول الدار وما نقصوش من الثمن ديالنا، لأن حتى حنا تنخلصوا ضريبة وهادي، زائد الكتبة ولاسياندا وهادي راها كتطلع الدار كيطلع ديك الكتبة تقريبا ب6000 ولا 7000 الأورو، اللي كيسولني راه بحال هكايا. وبسلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.